سلام، نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين مزيان، احوالكم طيبه ومرحبا بكم دائما على قناه كوزين نوها. اليوم غادي نشارك معكم سلطه بخضره اللي كتكون مشويه في الفران، كتجي لذيذه بزاف واكثر من رائعه. وغادي نشارك معكم كذلك الطريقه ديال التصبير ديال اللوبيا اللي كتبقى اكثر من عام بدون تجميد وبلا كونجيلاتور. نخليكم مع الطريقه والمقادير في نفس الوقت وفرجه ممتعه. وبسم الله على بركة الله. بالنسبة للخضرة غادي نحتاج هنايا الدنجال، عندي تقريبا 2 ديال الحبات، والكمية دائما كتبقى على حسب أفراد الأسرة. عندي هنايا القرعة كورجيط، خديت 3 ديال الحبات. عندي هنايا فلفلة ألوان، وعندي حبة ديال المطيشة وراس كبير ديال الثومة. عندي هنايا لي باط، ومن الأحسن يكونوا ديال القمح صحيين الا كانوا متوفرين بطبيعه الحال. عندي هنايا فرماج مقطع مربعات. عندي هنايا الطون، ممكن تستعملوا دند فيمي او لا الدجاج، كيبقى دائما على حسب الاختيار. بالنسبه للماريناد راه غادي نشاركها معكم من بعد. كناخذوا هنا صفيحه ديال الفرن، كنفرشوا ليها بابي كويسون، وكناخذوا الدنجال ديالنا وكنقطعوه على طول بهذا الشكل. غادي نقطع الدنجال ديالي كامل على هذا الشكل وغادي نسرحو في صفيحه ديال الفرن. وبالنسبه للكورجيط حتى هي غادي نقطعها بنفس الطريقه، كنقطعوه دائما على الطول وغادي نسرحوهم في صفيحه ديال الفرن. صافي، من بعد ما قطعت الخضره ديالي كامله على هذا الشكل، غادي ناخذ زيت الزيتون وغادي ندهنو الدنجال ديالنا من الفوق مزيان، وغادي ندهنو كذلك الكورجيط والفلفله حتى هي. بالنسبه للثومه راه غادي تشوفوا الطريقه من بعد كيفاش غادي ندير ليها، فحتى في الطياب ديالهم في الفران راه كيجيو مش بحال الا مشويين وكيجيو لذاذ بزاف. فهاد السلطه راه ما غاديش تشبعوا منها نهائيا، راه كتجي لذيذه. وبالنسبه للفلفله من بعد ما كندهنوها حتى هي مزيان وكندخلوها للفران كتشوى، فراه كتجينا ساهله في التقشار، احسن من اننا ندخلوها للفران او لا نشووها فوق البوطه. صافي، وغادي ناخذ هنايا الورق ديال الالومنيوم، غادي نحط فيه هذاك الراس ديال الثومه، وغادي ندهن بزيت الزيتون وغادي نجمعها مزيان، وغادي نحطو مع الخضره ديالنا وغادي ندخلهم للفران على 250 درجه من الفوق ومن التحت حتى كيتشواو لينا مزيان. هنايا غليت الماء ديالي مزيان وغادي نحط فيه لي باط يتسلقوا مع شويه ديال الملح شويه ديال الزيت. غادي نخليهم يتسلقوا على عافيه اللي كتكون متوسطه، ومن بعد غادي نصفيهم ونحطهم على جنب حتى كيبردوا لينا مزيان بيد ما تشوات لينا الخضره. بالنسبه للخضره راه ما كتاخذش لينا بزاف ديال الوقت، لاننا كنشعلوا عليها على 250 من الفوق ومن التحت، فراه دغيا كتشوى وكطيب لينا مزيان. هنايا الفلفله كما كتلاحظوا راه كتجي ساهله في التقشار. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، فما تنساوش تشاركوا عندي في القناه الى اول مره غادي تشاهدوا الفيديو، وما تنساونيش من الدعم ديالكم باللايك والكومنتات ديالكم والبارطاج مع الاهل والاصحاب لتعم الفائده. بالنسبه للخضره غادي نقطعوها على طول بهذا الشكل. الفلفله والكورجيط والدنجال حتى هو كنقطعوهم كاملين بنفس الطريقه. بالنسبه للماريناد غادي نحتاجو هنايا المعدنوس، ممكن تعوضوه بالحبق اولا ممكن تعوضوه باش ما بغيتو، فكتنسمو بداكشي اللي نتوما بغيتو. كنزيدو عليهم زيت ديال الزيتون والحامض اللي عصرته من قبل، وغادي نضيف شويه ديال البزار شويه ديال الملحه، وغادي ناخدو الراس ديال الثومه اللي شوينا مع الخضره وغادي نحاولوا هكا نعصروه مزيان فراه كتكون طايبه لينا مزيان. وبالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الثومه فراه ما كتجيش مجهده وما كيجيش المذاق ديالها باين نهائيا. والماريناد راه كتجي لذيذه بزاف، كتخلي السلطه ديالنا منعشه. صافي، وغادي نخلط هاد لا ماريناد مزيان وغادي نحطها نخليها على جنب.
صافي هنايا غادي ناخد لي باط من بعد ما تسلقوا وتصفاو وبردوا مزيان، غنحطوهم في الطبق ديال التقديم مباشره، وغادي نزيد عليهم الخضره اللي شوينا من قبل. غادي نضيف ليها مطيشه من بعد ما نقيتها وقطعتها. من الاحسن تضيفوا طوماط سوغيز الا كانت متوفره، فانا هنا ما كانتش متوفره عندي. ضفت هنايا الطون كما ذكرت من قبل، ممكن تستعملوا داند فومي اولا ممكن تستعملوا الدجاج اللي كتشحروه مزيان فوق البوطه، وممكن تستعملوا اللي متوفر عندكم. صافي هنايا ضفت فرماج محمر مقطع مربعات. بالنسبه للاضافات راه كتبقى على حسب الاختيار وعلى حسب المتوفر. صافي وغادي نضيف الماريناد اللي قادينه من قبل، وغادي نخلط كل شيء مزيان حتى كتلبس ليا هذيك الخضره وهذيك لي باط بهذيك لا ماريناد اللي حطينا عليها من الفوق. ولي باط ديالي هنايا من بعد ما كتوجد ضفت ليها شويه ديال الزيتون اللي كيبقى اختياري. كنتمنى تجربوها، راه كتجي لذيذه بزاف وغتعجب حتى الوليدات الصغار. فمباشره غادي ندوزو نحضروا اللوبيا. عندي هنايا اللوبيا اللي نقيتها وغسلتها مزيان ونشفتها وقطعتها على هذا الشكل. بالنسبه لهذا غادي نخليها على حساب طاجين بحال هكا، وهنايا هادو اللي قطعتهم شويه صغار غادي نخليها على حساب هكا الا بغيت غير نشرملها اولا نديرها في شلاضه. كناخذوا قراعي اللي كنكونوا عقمناهم مزيان من قبل. هاد العمليه ضروريه، فضروري ما يكونوا عندنا القراعي معقمين مزيان. غادي ناخذوا اللوبيا وغادي نحطوها في هذوك القراعي، وحنايا كندكوها مزيان باش هكا ما كيبقاوش عندنا الفراغات. ضروري ما توركوا مزيان باش هكا هذوك الفراغات ما تيبقاوش وتنجح معكم اللوبيا. فهنا خديت قريعات كبار بالنسبه للوبيا اللي غادي نخليها للطاجين، ودرت قريعات صغار بالنسبه للوبيا اللي غادي تبقى هكا على حساب الشلايض. صافي من بعد ما كنعمر القريعات ديالي كاملين، هنايا درت معكم غير هاد الجوج، عاد غادي نكمل الكميه كامله اللي بقات. بالنسبه لهنا للقرعه الصغيره غادي ناخذ معلقه صغيره ديال الملحه، غادي نضيف ليها معلقه صغيره ديال الخل، وبالنسبه للقرعه الكبيره غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الملحه، وغنضيف ليها معلقه كبيره ديال الخل. كناخذوا الماء اللي كيكون بارد غير من الروبيني، الماء العادي، وكنحاولوا نعمروا مزيان هذوك القراعي حتى للفوق، حتى كنغطيو على هذيك اللوبيا، فما يمكنش تبقى اللوبيا الفوق، فضروري ما كنغطيو عليها بالماء. وما كتستعملوش اليد ديالكم نهائيا، كتخدموا هكا غير بالمعلقه الا بغيتو تهبطوا اللوبيا. كما كتلاحظوا هنا راه غطيت مزيان اللوبيا ديالي بالماء من الفوق. صافي وغادي نسدو عليهم. ومن الاحسن الغطيان ديال القراعي ما يكونوش مصديين، يكونوا نقيين ومزيانين. صافي غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. صافي وكناخذوا كوكوط كنحطوا فيها القراعي ديالنا كاملين، اولا كيبقى على حسب الكوكوط عندكم قداش. كنعمروا بالماء اللي كيكون عادي من الروبيني حتى النص ديال الكوكوط، فما يكونش الماء قليل وما يكونش فايت النص ديال القراعي. فهاد القضيه راه ضروريه. غادي نضيفوا ليهم معلقه كبيره ديال الخل اولا طريف ديال الحامض باش هكا الكوكوط ما تكحالش لينا. وغادي نغطيو على الكوكوط وغنديروا الصفاره وغنحطوها فوق البوطه اللي كتكون مجهده، وكنحسبوا 45 دقيقه. من بعد ما كتصفر كنقصوا عليها وكنحسبوا 45 دقيقه، وكنطفيو عليها وكنخليوها حتى كتهمد لينا مزيان وكتبرد لينا مزيان. ما كتحيدوا لا صفاره لا حتى شي حاجه، فضروري ما كتخليوها حتى كتهمد وكتبرد لينا باش هكا ما تفرقعش عليكم
الا حليتوها وهي باقا سخونه. فكنأكد على هاد القضيه. صافي هنايا انا من بعد ما خليتها بردات وحليت عليها، كنحيدو القراعي هكا وكنحطوهم بالمقلوب على شي سربيته بهذا الشكل هذا. وهنايا غادي نحل معكم وحده باش هكا تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفات ديال اليوم، وكنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وبصحه وراحه.